السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض كده فطار سريع وسهل لاي حد كده زي حالتي، تعبان مش قادر يقف، او حد مستعجل، او واحده موظفه جايه من الشغل عايزه اكله سريعه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا نص كيلو من السجق، هسخن شويه كده من الزيت، وهنزل بالسجق بتاعي ياخد صدمة كده وياخد تحميرة وعندي شوية، يعني كان في اخر حبة بصل كده كنت مفرزاهم. طبعا بينفعوا جدا في الوقت الواحد بيكون فيه تعبان او مستعجل. حطيتهم على السجق بعد ما اخد صدمة كده. طبعا السجق، علشان الناس اللي بتشتكي ان السجق بيتهري واللحمة بتطلع منه، لازم تشوحيه او تحمريه الاول وهو سليم، يتماسك كده وشكله ما يتغيرش واللحمة ما تطلعش منه. بعد كده لما بياخد اللون بتاع التحمير بنقطعه بقى، واضفت عليه الطماطم والفلفل، دول كانوا اخر حاجة، شوية ملح وفلفل اسمر وشوية من 7 بهارات. طبعا التوابل بيكون السجق اصلا بيكون متبل، فما بنحطش حاجات كتير، يعني يا دوب نطعم الخضار اللي مع السجق. حطيت السجق بتاعي بعد ما غلي على البوتاجاز مع الخضار في البايركس ده، دخلته الفرن يشكشك شويه. معايا بقى شويه موز كده، قلت هيبوظ واحنا عيانين عندنا برد والموز هيزود البرد بتاعنا، فقطعتهم كده بالشكل ده وعصرت عليهم نص ليمونه وحطيتهم في كيس وشلتهم في الفريزر، يعني تجنبا ان هم يبوظوا او ان حد مننا واحنا تعبانين ياكل منه فيتعب اكتر. طبعا مش كل يوم في رمضان لازم نعمل محاشي وصواني وحاجات تقيلة، يعني على اي ست في انها تقف يوميا تعمل الحاجات دي. فلازم يبقى في كده ايام فيها حاجات سهلة، حاجات سريعة، حاجات ممكن في نص ساعة تنجزيها. طبعا وانا بعمل السجق كنت مقشره بطاطس، اديتها غلوه على البوتاجاز لاني للاسف لقيتها مش تحمير، علشان ما تتحرقش معايا اديتها غلوه، نزلت النشا اللي فيها وبعدين حمرتها. ودي كانت حاجه سهله جدا وسريعه جدا، والاكل جهز في مفيش نص ساعه. يا رب تكونوا خدتوا اي معلومه او اي فكره. ما تنسيش السجق قطعيه بعد ما يتحمر. ويا رب تكونوا بألف خير كلكم، وكل سنة وانتم طيبين. وكان معانا بقى السفرة جاهزة والعرقسوس بتاعنا والعناب اللي كنا مفرزينه سوا، وبس خلاص خلصنا الفطار. بألف هنا، كل سنة وانتم طيبين.